زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أحبابنا الكرام، وبارك الله فيكم مع الحلقة الثانية: كيف تصبح مفسر أحلام. ذكرنا في الحلقة الماضية وباختصار أنه مفسر الأحلام له شروط، ولازم يكون عنده علم بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعنده فطنة وعنده ذكاء وعنده دراسة وحراسة وفراسة. نعم، كالإفتاء الشرعي بدليل قول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام، كما قال الله تعالى على لسان عزيز مصر: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون. فهي كالإفتاء الشرعي. وشروط المفتي أنه يكون عالم بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعالم بأحوال الناس وأعرافهم، وقادر على استنباط الحكم الشرعي وربطها مع حالة من رأى. كذلك بالنسبة لموضوع الرؤيا، وذكرنا لكم أنه طريقتنا بتفسير الأحلام بهذا الطريق. كيف؟ كما حدث مع الإمام ابن سيرين رحمه الله، كبير مفسري الأحلام وهو من علماء أهل السنة والجماعة. ما الذي حدث مع الإمام ابن سيرين؟ تابعونا لتعريف القصة. الإمام ابن سيرين في مجلس العلم يأتيه رجلان فيقول له الأول: يا إمام، إني أرى في المنام أني أؤذن. فيجيبه قائلا: أبشر فإنك ستحج بإذن الله. ويأتيه رجل آخر بنفس المجلس يقول له: يا إمام، إني أرى في المنام أني أؤذن. فيجيبه قائلا: ستسرق وتقطع يدك. أو أنه قال لتلامذته: أمسكوه فهو سارق. تلاميذ طلاب العلم استغربوا من تأويل الإمام ابن سيرين رحمه الله، وهو كبير مفسرين الأحلام من أهل السنة والجماعة. فسألوه: كيف يكون تأويلا مختلفا برؤية واحدة وبمجلس واحد لشخصين مختلفين؟ قال لهم: أما الأول فعليه سمة الصلاح والتقوى. الله عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فغالبا والله أعلم أنه سيحج. أما الثاني عليه سمة الشر وسمة السوء، والله تعالى يقول في سورة يوسف عليه السلام: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. نرى من هذه القصة أحبابنا الكرام أن الإمام ابن سيرين ربط الآية الكريمة بالرؤية التي رآها، بالإضافة إلى حال الرائي. وهكذا يكون مبدأ تفسير الأحلام كما أسلفنا الذكر في الحلقة الماضية. إضافة إلى ذلك أحبابنا الكرام، لا ننسى أنه لا يجوز أن نبني حكما شرعيا على رؤيا رأيناها، فلسنا أنبياء، وليست الرؤيا التي نراها رؤيا أنبياء، وليس المعبر الذي يعبر الرؤيا نبي، فهناك احتمال للخطأ. نتكلم بعلم واجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ولا نتكلم بوحي، حاشا لله. وأيضا كما أسلفنا الذكر في الحلقة الماضية، الرؤيا بين البشارة والإنذار فقط. يجيك بشارة تستأنس فيها، أو إنذار أنت مقصر، صلح طريقك ومنهجك في دين الله عز وجل. أي لا يجوز لنا أن نبني حكما شرعيا عليها، فقد يدخل فيها الشيطان. وليكن هدفنا الأول والأخير من تفسير الأحلام الدعوة إلى الله والتناصح في الدين، كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام. الجميل بالموضوع أحبابنا الكرام أن تفسير الأحلام لا يمكن أنه كل إنسان يتنقل من الثاني، وهنا تظهر دقة وقوة علم وفراسة معبر الرؤيا. فتختلف الرؤيا من شخص لآخر، وكل له اجتهاده في هذا الباب، وكل يؤخذ منه ويرد عليه، سواء في أمور الدين أو في أمور تفسير الأحلام. لكن في تفسير الأحلام تظهر فراسة ودقة وعلم معبر الرؤى، ولا يمكن أنه نتنقل واحد يتنقل من الثاني، لأنه مثل ما حكينا كل واحد بحسب ظروفه وحسب ما رأى وحسب الشخص يلي شاف الرؤيا. فهون بنعرف معبر الرؤى إذا كان حذق فطن عنده فراسة، أو كان متسلق على هذا الموضوع تسلق. وللأمانة العلمية والشرعية، فإن كتاب تفسير الأحلام المنسوب إلى الإمام ابن سيرين كتاب غير صحيح، ولا يمكن لأي إنسان عامي
أنه يبحث في جوجل ويشوف مجموعة من تفاسير الأحلام ويربطها بحالته هو، إلا بالشروط التي ذكرناها. فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فلا بد أنه نسأل معبر حذق عالم بهذه الأمور، مثل ما حكينا بالحلقات السابقة، أنه إذا قال لك هذه الرؤية غير حسنة لا تبحث عنها، انتهى الموضوع. أخيرا نقول أحبابنا الكرام، أصلح واقعك ولا يضرك ما ترى من رؤى، ولا تبني على الأحلام أحكاما، واجعل طريقك للرحمن إقداما. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.